السلام عليكم. برغم التأهل رسميا منتخب مصر بيفوز على غينيا بيساو بهدف للا شيء في مباراة نقدر نقول عليها على قد المستوى. اسمع بقى محمد ويلا نتكلم على ماتش النهارده. شوط اول متوسط وانتهى بتقدم منتخبنا بهدف احرزه محمد حمدي، وشوط تاني كان افضل نسبيا من الشوط الاول وكان بطله مصطفى محمد في تضييع الاهداف علشان يخلص الماتش بهدف لمحمد حمدي. اول شيء ايجابي في الماتش هو الجمهور، كان عامل شكل كويس جدا للماتش وشكل عام كده بيفكرنا باجواء 2006. تاني شيء هي التغييرات الكتيره اللي عملها كابتن حسام في التشكيل الاساسي، وهو انه ادى للاعيبه كتير قوي الفرصه، وده شيء كويس علشان يكونوا جاهزين معاه للمرحله اللي جايه. بس الشيء السلبي اللي كان في الماتش هو ضياع الفرص بشكل سيء جدا. انا مش عارف مصطفى محمد النهارده كان عنده سوء حظ ولا المشاكل اللي كانت بينه وبين كابتن حسام هي اللي اثرت على مستواه النهارده، الله اعلم. بس في كل الاحوال لازم نحل المشكله دي وقبل كاس الامم، وبعدها انت داخل على كاس عالم. كابتن حسام لازم يشتغل كتير قوي على النقطه دي. في الاخير للمره المليون مبروك لمنتخبنا. اعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعي لاخواتنا في كل مكان. صلى على حبيبك النبي. سلام.